السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حبيباتي في الله. يا رب تكونوا جميعا بخير وفي أحسن حال، اللهم آمين. ازيكم يا بنات؟ عاملين ايه؟ إن شاء الله يا رب تكونوا جميعا بخير وفي أحسن حال إن شاء الله. النهاردة زي ما انتم شايفين دي ليلة رأس السنة، كل سنة وانتم طيبين، سنة جديدة وسنة سعيدة على الجميع يا رب، واللي نفسه في حاجة بإذن الله يحققها، وربنا يكرمكم جميعا كده في السنة دي براحة البال والسعادة يا رب دايما. اول حاجه بقى انا هشارك معاكم الانشطه اللي احنا قمنا بيها. في انشطه انا حضرتها صورتها، وفي انشطه انا ما حضرتهاش وما صورتهاش، وفي انشطه انا حضرتها وما صورتهاش بصراحه. ف بس هكلمكم عنها. يعني اول نشاط انا يعني حضرنا به السنه دي كان انك تمشي في الحي تبع، يعني هو الحي عامل ناس عامله جروب كده من الستات والرجاله كمان، بيمشوا. انا كنت مفكره ان النشاط ده الاول، يعني كنت مفكره ان النشاط ده بيكون بس في راس السنه، ان في ناس بعرف ان في ناس بتمشي مثلا في الشارع تشوف مشاكل الحي. كنت مفكره بس ان هم بيمشوا في راس السنه، ولكن لما رحت اكتشفت ان كل حي عامل كده مجموعه جروب من الستات او الامهات، وبيمشوا في الشارع طول السنه يوم الاثنين والخميس، بيشوفوا المشكله اللي في الشارع، ايه المشكله اللي حتى في كل حاجة، أي مشكلة بتقابلهم في الشارع بالليل، أو أي مشكلة بتقابلهم مثلا في حاجة مكسورة في الشارع، حاجة عايزة تتظبط، حاجة عايزة تتصلح. وبالذات الأيام اللي قبل رأس السنة بياخدوا بالهم من الحاجات اللي مرمية في الشارع علشان الولاد ما يولعوش فيها، لأن طبعا الولاد بيكونوا في أجازة، وكله بقى مبسوط إن السنة الجديدة جاية، وكله ماشي بولعة في إيده في الشارع، فأي حاجة بتلاقيها في الشارع بيولع فيها. فهما بيمشوا بقى يشوفوا بقى الحاجات اللي هي ايه متكسره، حاجه مكسوره، حاجه مش متظبطه. هنا اعزكم الله طبعا بتشوف بتاع الزباله، بتفتحوا بتشوفوا لو في مشكله او مليان، بتتصل بالتليفون اللي في ايدها، وبيجي حد يصلحه، او عربيه الزباله اعزكم الله برضو ماشيه في الشارع، بتيجي تاخد اي حاجه هما بيقولوا عليها. طبعا كنت بصور لكم الانوار اللي في الشارع، بس كان منها من بعيد، مش ظاهره قوي. بس فاحنا زي ما انتم شايفين كده، اي حاجه هتقابلنا في الشارع هي معاها تليفون بتتكلمي فيه، وبتدي اسم الشارع والرقم اللي هي قباله الحاجة اللي مكسورة علشان يصلحوها. طبعا ده تطوعي، لو انت حابة تطوعي وامشي في الحي بتاعك، شوفي المشاكل اللي في مشاكل طبعا بتقابلهم ولاد، او في حاجات كتير. بس ده اليوم اللي انا مشيت فيه بصراحة، هو ده اللي احنا بصينا عليه. طبعا في شجر الناس خلاص بعد ما بتخلص العيد بتاعهم يوم 25 و26 بتنزل الشجر الشارع، فبرضه بتصلوا بعربية الزبالة تيجي تاخدها علشان الولاد ما يولعوش فيها أي حاجة بقى مرمية في الشارع. ومعاها مفاتيح ومعاها كشاف ومعاها حاجات بتبص عليها، فنشاط حلو جدا. يا طبعا مرضي think انا it's full. في انشطه هتشوفوها معايا. طبعا هنا خلاص ده النشاط كان عباره عن يومين، وبعد كده رحنا خرجنا مع بعض، اتعشينا في مطعم سوري. طبعا الاكل السوري جميل جدا بصراحه، تسلم ايدهم، كان يوم جميل وكان الاكل جميل جدا يعني. والنشاط ده حلو يا بنات انك تعرفي ايه المشاكل اللي بتواجهك في الحي بتاعك. احنا قاعدين إن في هو البيت بشعري. بالليل خلاص ما بنخرجش، فاحنا بصي مش عارفين ايه اللي بيدور ايه بره، 7 جنيه ولا ايه بتاعي. ممكن اللي ولادنا ماشي. يتعرضوا له بره في الشارع بالليل. فده حلو لو انت حابه تشاركي، او عندك وقت، او عندك مجهود، او حابه تعرفي يعني. فهو النشاط حلو جدا، ويومين في الاسبوع. خلاص احنا خلصنا العشاء بتاعنا ده في يوم، بدأنا هنا اليوم اللي احنا عملنا فيه السوشي طبعا. آه عملنا السوشي الصبح، وبعد كده كملنا لاخر النهار. دي الهدايا اللي احنا كنا جايبينها ومظبطينها علشان البنجو، دي لعبه رقميه كده، هي هينادوا على الارقام، وانت بقى ايه لما تخلصي اللي هم قالوا لك عليها اللعبه بالشكل اللي قالوا لك عليها تقولي بنجو تكسبي هديه. الهديه دي للولاد وللامهات، في هدايا يعني خاصه بالامهات وفي هدايا خاصه بالاطفال. فظبطناها كده وزيناها وعملنا كده الولاد حاجه حلوه كده على الترابيزات بتاعتهم، غير الحاجات اللي هتشوفوها معايا دلوقتي. يعني هو كانت ليله حلوه جدا. بشكر بقى بصراحه سليمه ويمينه وناديه ونجاة وكل البنات بصراحه اللي قاموا على الانشطه دي. وكان في انشطه يا بنات كتير طول الاسبوع، في انشطه انا ما حضرتهاش سجلتش فيها، وفي انشطه انا حضرتها، اللي انا حضرتها صورتها لكم. وكان في نشاط كمان البنت ومامتها، كان حلو جدا جدا، او انت وبنتك. بصراحة النشاط كان ممتع، انت وبنتك بتلعبوا العاب مع بعض وبتفوزوا كفريق، فبصراحة كان يوم جميل حلو جدا 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 بصراحة كمان. اسألوا يا بنات على اي نشاط عندكم في الاستختن. انا بعرض الانشطة دي ليه؟ عشان تعرفوا ان اي استختن عندك بيقدم انشطة، فروحي واسألي. ده كان بقى بالليل طول راس السنة. اليوم ده احنا كلنا تقريبا قضيناه بره في المكان ده. عملنا الاول السوشي مع الولاد، وبعدين بقى بدأنا نظبط البوفيه زي ما انتم شايفين كده، من شيبسي بقى وعصاير للولاد وقهوه وشاي للامهات. واحلى حاجه كمان القول له يلا دي بالزبيب، اشهر حاجه بقى في هولندا كده بيعملوها.
بيقلها، بتكون عجينة بالزبيب وسادة كده، بيقلوها في الزيت وبيرش عليها سكر وبودرة كده بعد ما تخلص، وبألف هنا بتكون طعمها حلو جدا. بس كده، وهنا بدأت الحفلة بتاعتنا، هسيبكم بقى مع الحفلة ونتقابل في آخر الفيديو بإذن الله. خلاص كده الحفلة خلصت تقريبا، وبدأ في ناس كتير تمشي. في حد جه عمل لنا قهوة مصري، وكان في دي جي كمان شغال، واليوم كان جميل جدا. وخلاص كده رجعنا البيت كالعادة، اتفرجنا من ورا من الشبابيك ومن البلكونات على الألعاب النارية وخلاص. وده كان يومنا بكل بساطة، ودي هي حياتنا بكل بساطة. أتمنى إن شاء الله إن الفيديو ينال إعجابكم. لو عجبكم ما تنسوش تعملوا لايك وشير وسبسكرايب للقناة. وكل سنة وانتم طيبين، وسنة جديدة وسنة سعيدة على الجميع يا رب. كل واحد يحقق اللي نفسه فيه في السنة الجديدة بإذن الله. كل سنة وانتم طيبين.